سلام. عصير بجوج مكونات كيجي منعش ساهل وبسيط. يلا هو معايا نوجدوه مع بعض. في الكسرونه درت 3 الحبات ديال الخيزو و3 ديال التفاحات، سلقتهم تقريبا غير واحد 10 دقائق وخليتهم حتى بردوا تماما، وبقات فيهم ديك الميها ديالهم. طبيعه الحال ما غاديش اللوحه حتى هي غادي نستعملها. غنجيب الكاس ديال المولينكس وغادي نكب فيه ديك الكميه ديال التفاح وخيزو اللي مسلوق غير نص سلقه 10 ديال الدقائق كما قلت لكم، وخليته حتى برد تماما. غادي نضيف ليه واحد نص كاس ديال اللوز اخضر، رقدته في الماء تقريبا واحد ساعه باش يرطب، وغادي نضيف لهاد الخيزو والتفاح واللوز العصير ديال واحد نص كيلو تقريبا ديال البرتقال، وعصير ديال واحد 2 حبات ديال الحامض. عندي هنا قطع ديال الثلج ضفتهم للخليط ديال الخيزو والتفاح والليمون والبرتقال. واحد الاضافه لا بغيتو ديروها استعملوها، ما بغيتوش ما تضيفوش، انا ضفت هنا واحد الكاس كبير ديال ماء غازي منضد، وغادي نحلي هادشي بالعسل. غادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال العسل، ونطحن كلشي مزيان تقريبا واحد نقولوا 3 4 حتى 5 ديال الدقائق حتى يطحن بشكل جيد، حيت ما غاديش نصفيه. وهذا هو العصير ديالنا من بعد ما طحنته بشكل جيد، كيجي خاتر منعش بارد كيروي العطش. جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله بدوك المكونات اللي استعملت فيه، غير التفاح وخيزو. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج لهذا الفيديو الى عجبكم. خليت لكم الراحه، سلامه.